السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رجعنا لكم مع فيديو جديد. شرح مايند ماب الاوستيوبروزيس من اهم التوبكس اللي في المحاضرة التانية واللي بيجي عليها اسئلة كتير في الامتحان. فركزوا كده ان شاء الله. ويعني نسأل الله ان هو ايه يكرمنا كده ويفهمنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما يا رب العالمين يا الله. طيب، نيجي كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الاوستيوبروزيس ميديكيشن. قبل ما اقول لك الادويه وكده، عايزين نتكلم في الحاجات الاسطمبه او الحاجات اللي هي ايه بيسموها ايه بديهيات في الاوستيوبروز. بديهيات الاوستيوبروز: واحد عنده اوستيوبروز او ست جالك عندها اوستيوبروزس، هما اتنين: كالسيوم وعندي الفيتامين دي. طيب، ماشي. الكالسيوم زي ما قلت لك او زي ما شرحنا في المحاضره بقى، الكالسيوم ده ويك انتي ريسوربتيف. يعني ايه ويك انتي ريسوربتيف؟ ماشي، يعني بيمنع الريزوربشن او التكسير اللي في البون. ضعيف، ما بيمنعوش قوي من الاخر يعني. فبديه في حالات البوست مينوبوزال الجديد. الست مثلا لسه جديده جايه لها من المينوبوز او كده وعايزه تحمي نفسها كبروتكشن بروتكتيف، فبديها ساعتها ايه هذا ايه الكالسيوم. ماشي. طيب، طيب امتى يعني بديه مع الناس دي؟ عامل مايلد ريدكشن في الفراكتشر ريسك. لكن لازم الست دي عشان اديها لها حتى لو هي لسه بوست مينوبوز وبتاع وعايزه تاخده مثلا بروتكشن، لو عملت بون مارو اللي هو البي ام دي. ماشي. لو عملت البون مارو دينستي ده ولقيتها قليله عن الطبيعي، فبالتالي ما بديهاش كالسيوم او بمشيها على كالسيوم. بس لازم اديها دواء من الادويه ميديكيشنز تانية ايه اللي هنقولها. طيب، انا دلوقتي شرحت لك الايه الكالسيوم. ماشي. انا لو دلوقتي شرحت لك الكالسيوم، عايز دلوقتي اجي اقول لك ايه؟ عايزين نمسح الجزء ده. تمام. ماشي، مسحنا ايه الجزء ده. عايز اكلمك على، بدام كلمتك على الكالسيوم يبقى اكلمك على الحاجه اللي بتخلي الكالسيوم يمتص اصلا. هي مين؟ الفيتامين دي هو اللي بيخلي ايه الكالسيوم ايه يمتص. طيب، ماشي. نيجي نبص الكالسيوم ده انا جايب لك جنبه ايه جيف وين ديفيشنت. ليه؟ لان انا الكالسيوم ده اصلا يعني الوظيفه بتاعته ايه؟ ان هو بيزود او بيعمل او بيسهل الابزوربشن بتاع الكالسيوم. ابزوربشن بتاع الكالسيوم في الانتستين في المعده. ماشي. وبيزوده كمان فين ايه في بيعمل زي ري ابزوربشن في الكدني. طيب، ده بالنسبه ايه لنظام ايه الكالسيوم. ماشي، نمسح الجزء ده. يبقى ده كده ايه بالنسبه للفيتامين دي، بيزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم. طيب، دي كده خلصنا من الادويه الاسطمبه اللي هو غالبا اي ست هتلاقي اصلا اول ما بتخش في مينوبوز الدكتور بيكتب لها الحاجتين دول. طبعا لازم يبقى البون مارو دينستي، وافكرك مهم جدا بتاعها يبقى within normal. لو مش نورمال هتديها دواء تاني، عشان ده ممكن سؤال يجيلك ايه في الامتحان. ماشي. بس. طيب، ماشي. نخش دلوقتي على الدواء المهم جدا وهو ايه الكالسيتونين. الكالسيتونين زي ما قلت لك ده الانتي او المضاد بتاع البارا ثيرويد هرمون. ماشي. يبقى هو هيعمل ايه؟ قلنا الباراثايرويد ده اصلا الوظيفه بتاعته ان هو كان بيزود الكالسيوم في الدم وبيزود الري ابزوربشن. يبقى ده هيعمل عكسه. ايه عكسه؟ هيقلل الكالسيوم والفوسفات في الدم ويمنع الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم من ايه الكدني في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولول. حط عليها مليون خط. ماشي. طيب، هو بيعمل كده بيقلل الكالسيوم في البلاد، فبالتالي الكالسيوم بيتشفت يدخل جوه البون، فبالتالي الاوستيوبلاست تستخدمه في انها ايه تبني البون ده او ايه تقويه. طيب، ماشي. الدواء ده عشان تعرفه في اي سؤال في الامتحان هيجيلك او اي حاجه في الامتحان هتجيلك عشان تبدا تفهمه، هيقول لك كذا حاجه. يا هيديك الميكانيزم بتاعه، يقول لك حته البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول دي، وانا اعملها لك بالاحمر هتفهم بعد شويه ليه، عشان في حاجه عكسها تحت هنقولها. وهيقول لك حاجتين مهمين جدا لازم يجيب لك سيرتهم: تنجلينج سensation. الست دي حاسه بتنميل، حاسه بشكشكه، حاسه باي حاجه. هو التنجلينج sensation اللي هيعرفك مع الانبليزنت ماوس تيست اللي هو بيقول لك ايه الدواء ده طعمه وحش يا دكتور، ايه غيرهولي. ده بالنسبه ايه للكالسيتون او ملخص بسيط كده مع للكالسيتون. طيب، ننزل هنا نخش على ايه الكينج الملك بتاع الادويه دي كلها. مين؟ البيسفوسفونات. دي انا بقول لك هو ده الكينج بتاع الادويه دي. تعالى كده نزود السكنس شويه عشان القلم ايه خطه رفيع. ماشي. ماشي.
ليه بقى؟ لان ده ملك بيقفل اللي بيكسر وبيحفز اللي بيبني. الاوستيوبلاست بالبي زي ما قلنا تبني، والسي تكسر. فبالتالي اولا بيزود البون مارو دينستي. زي ما قلت لك، فاكر انا كنت قلت لك ايه فوق هنا؟ قلت لك ان الدواء ده اللي هو الكالسيوم والفيتامين دي، لو الستة البون مارو دينستي بتاعتها قليلة، مش هينفع تديها الدواء ده، بس هتزود مع البيسفوسفونات. ليه؟ لان انت هترجع لها البون مارو دينستي بتاعتها ايه؟ للنورمال ايه؟ للنورمال رينج. ماشي. الدواء ده كويس جدا هو، والتريبراتايد اللي هنقوله كمان شويه. ماشي طيب. ده كده بالنسبه ايه؟ للبيسفوسفونات. يبقى ده كده عرفنا الميكانيزم بتاع البيسفوسفونات. طيب نيجي نخش دلوقتي على ازاي الدواء ده بيتاخد او الفارماكوكاينيتيك بتاعه. الدواء ده اهم حاجه يتاخد اون امتي ستومك، لا مع فود ولا يبقى معاه اي ادويه تانية any other drugs. ليه؟ لان هم لقوا ان هو الادويه الحاجات دي بتاثر على الابزوربشن او الامتصاص بتاع الدواء نفسه. ماشي. دي اول حاجه. تاني حاجه قلنا لك او قلت لك عليها حتى في المحاضره، ان انت لازم تاخده upright، تبقى في الوضع ده كده upright position. ليه upright position؟ لان انا قلت لك ان افتكر البيل دي كوروزيف، بتعمل لي سايد افكت قذر جدا او وحش جدا، الاسوفاجيتس. تمام. والبيبتيك ألسر، ده في بعض العيانين ما بيرضوش ياخدوا الدواء بسبب السايدين افكت دول. حاجه رخمه، القرح اللي في المعده والانفلاميشن اللي في الاسوفاجس موضوع رخم. انت مثلا بتاكل بتشرب او كده، فبيضايقك جامد جدا. فلازم عشان تتفادى او بتنبه العيان طبعا عشان يتفادى الحاجات دي، لازم هيقوم عامل ايه؟ هيقوم واخد الدواء ده ابرايت، وما ياخدش معاه ايه؟ اي ادويه او اكل تاني، عشان اظبط الابسوربشن بتاع ايه الدواء ده. تمام طيب. ماشي. الادويه دي عشان تعرفها، اي حاجه اخرها درونيت، الندرونيت. تمام. اي بقى حاجه اخرها يعني اي حاجه اخرها درونيت تبقى بيسفوسفونات. يبقى الدرونيت هو البيس ايه؟ البيس فوسفونات. طيب. اهم حاجه بقى هنا، واحنا يعني ليه الدواء ده مهم جدا، او انا من شويه لسه قايل لك ان هو الكينج بتاع الادويه دي، هو الملك بتاعهم. ليه؟ ان هو فيرست لاين في كله. فيرست لاين في الميتاستاتيك بون ديزيز، في علاج الميتاستاتيك بون ديزيز اللي بيجي في البون ويعمل لك اوستيوبوروزس. الهايبر كالسيميا برضه هو فيرست دراج، لان هو بياخد زي ما قلت لك بيستيميوليت الاوستيوبلاست، فبالتالي بيسحب الكالسيوم ايه؟ من الدم. ماشي. باجيت ديزيز شغال يا باشا، بيمنع الاوستيوكلاست اصلا، وهو ده الفكره بتاعت الباجيت ديزيز. في الاوستيوبوروزس اكيد ده انت ده بيمنع التكسير وبيزود البنى، فبالتالي ايه؟ بيعالج المشكله بتاعت الاوستيوبوروز. طيب. بالنسبه بقى للاوستيوبوروز دي، حط عليها مليون خط عشان اقول لك حاجه مهمه دلوقتي. ده فيرست لاين دراج في بيشنت with osteoporosis في البيشنت. طيب. لو جيت انا غيرت لك الصيغه زي ما الممتحن ممكن يعمل معاك في الامتحان، وقمت ايه؟ ما قلتلكش لا، قول لي الدواء اللي بيمنع او اللي الفيرست لاين دراج في الهاي ريسك بيشنت. هل تقول لي البيسفوسفينات؟ لو قلت بيسفوسفينات اجابتك غلط. ليه؟ لان هو مش الايه، هو اي نعم فيرست لاين في الناس اللي عندها اوستيوبوروزس العاديين، لكن الهاي ريسك واللي هم لما تيجي تعمل له بورما رودينستي بتاعه تلاقيه قليل جدا، وغالبا داخل في ريسك هاي ريسك في الفراكشر ريسك او لبلاوي زرقاء تانية. ده ما بنديلوش بيسفوسفينات، بنديله دواء اسمه الدينوزوماب، وايه هنجيله في الايه في الشرح. ماشي طيب. نيجي الدواء اللي كنت قلت لك على اسمه من شويه، والدواء ده عجيب او دواء غريب. ليه؟ لان هو بارا ثيرويد هرمون ريكومبايننت. هتقول لي ستوب ثانيه واحده كده، انت بتضحك عليا. انت لسه هنا قايل لي فوق، انا فاكر لسه قايل لي فوق ان الكالسيونين ده اصلا هو عكس الباراثيرويد. ازاي هتيجي تقول لي هدي الباراثيرويد عشان اعالج الاوستيوبروز؟ ما انت كده هتجيب لي العيان اصلا اوستيوبروز بالدواء ده. تمام. لان انت هتزود الكالسيوم في الدم وهتاخده من البون. اقول لك ايه، انت سمعت نص القصه ما سمعتش النص التاني. في حاجه اسمها كلمه السر بتاعت الدواء ده. الدواء ده عشان هو مرعب او يعني غريب كده، باراثيرويد هرمون، اول ما حد يسمع الاسم هيتخض. اوستيوبروز باراثيرويد هرمون، تحس مش راكبين على بعض. الدواء ده يتاخد انترميتنت ديلي دوز. هنبدأ نفهم بقى ايه ليه بيتاخد انترميتنت ايه ديلي دوز. بص بقى كده معايا يا صديقي. ماشي. نمسح الجزء ده. ماشي. انت عندك الطبيعي الباراثيرويد هرمون في جسمك بيطلع بكونتينوس، يعني على طول بيطلع في جسمك من البيتويتري جلاند طول اليوم. عندك اسمه ايه ده، الباراثيرويد ده بيفرز الباراثيرويد هرمون. تمام. وعلى مدار اليوم كله اول داي، مش مرة واحدة في اليوم. انا هنا لما باجي ادي الدواء ده،
زي ما قلت لك كلمة السر كانت ايه؟ كلمة السر هنا ان هو intermittent daily dose. يعني ايه؟ يعني بياخد جرعة واحدة بس في اليوم، وبعدين بتبقى الجرعة دي عالية فبيطلع زي بيطلع بسبايك كده، ماشي، وبعدين ايه ينزل، خلاص مش هتديله الدوز تاني. فلقوا ان هو الانترميتنت ديلي دوز دي بتعمل ستيميوليشن للاوستيوبلاست، وبتعمل ري ابزوربشن في الديستال كونفوليوتد تيوبيول. افتكر معايا، الكالستونين كان بيمنع الري ابزوربشن في الكونفوليوتد، استنى الخط اللي جه ده، كانت بتمنعه في الايه، في البروكسيمال كونفوليوتد. هنا الديستال كونفوليوتد هي اللي ايه، اللي بيحصل فيها ايه، الشكل ده، ماشي. يبقى احنا ايه، هيزود الري ابزوربشن، فبالتالي الكالسيوم اللي هيطلع في البلد ده هيقوم داخل على طول على البون، عشان هو عمل ستيميوليشن للاوستيوبلاست، فهيبني معايا ايه، البون بتاعتي. تمام. طيب مشكلته ايه بقى الدواء؟ اونلي انجكشن، للاسف مفيش منه غير حقن، ما تاخدش غير انجكشن وسبكوتينيس انجكشن وكل يوم. فتخيل كل يوم العيان هياخد حقنه، طبعا ديكريز في البيشنت كومبلاينس. العيان هيقول لك لا يا دكتور غير لي الدواء ده، انا مش كل يوم هقعد ايه اشك نفسي. والعيانين بيخافوا من الحقن جدا، اي حد بيخاف من الحقن جدا. طيب المشكله التانية بتاعته زي ما قلت لك، هيعمل ري ابزوربشن، فبالتالي بيزود الكالسيوم في البلد، فممكن يدخلك في هايبر كالسيميا. تمام. زائد ايه، حته ايه، الليج كرامبس، نتيجه ايه، الكالسيوم ايه الكتير ده عمال يعمل ايه برضو، يعمل زي ما بيعمل كده ايه، كرامبات في ايه، في الرجل، نتيجه الكالسيوم اللي في البلد اللي بيبقى كتير، نتيجه الهايبر كالسيميا يعني. فالهايبر كالسيميا مشكلته هي والليج كرامبس. تمام. زائد طبعا اهم واكتر مشكله اللي بتمنع الناس ان هم ياخدوا الدواء، طبعا ان هو ايه، اونلي انجكشن، وكل يوم العين هيتشك ايه، هيتشك شك. طيب نخش على الصفحه اللي بعديها. آه مختصر انا عن مختصر لك حته السيرمز دي، او السلكتيف استروجين ريسبتور. تمام. موديوليتورز دول ليه؟ كنا شرحناهم في المحاضره بالتفصيل وعملت لك الجدول. هنا انا هديك اهم الحاجات اللي لازم تبقى عارفها فيهم. اهم حاجه تعرف ان احنا عملنا الادويه دي عشان لقينا ان الاستروجين بيأكتيفيت الاستروجين ريسبتورز في الجسم كلها، وده طبيعي. فهيأكتيفيته في البون، ودي حاجة حلوة أنا عايزها. وهيأكتيفيته في المامري تيشو للأسف، والاندوميتريوم، فبالتالي هيدخلني في اندوميتريال كانسر وبريست كانسر. يبقى العيان جاي لك باوستيوبروزس، انت الحمد لله عالجت لك الاوستيوبروز، بس عندك بريست كانسر واندوميتريال كانسر، يقول لك لا رجع لي الاوستيوبروزس وشيلني من الكانسر، الكانسر مرعب. فاهمني؟ فبالتالي ايه، ما لقوا ان الاستروجين ريبليسمنت ثيرابي دي ما تنفعش، فعملنا حاجه سيلكتيف من اسمها، بتشتغل على ريسبتور وريسبتور لا تقفله. لقيناهم بيعملوا بلوك في الاندوميتريوم والمامري تيشو، وبيأكتيفيتوا او بيحفزوا الريسبتورز في ايه، في البون. طيب ماشي. ده بالنسبه ايه، للجزء ده. الدوايين اللي عندنا مين؟ رالوكسوفين والتامو، رالو وتامو، تاموكسيفين ورالوكسوفين. للاسف لقينا ان التاموكسيفين ده بيحفز الميموري تيشو، فممكن يدخل العيان عندك في بريست كانسر. تمام. زائد ان هو بيزود الكواجيليشن او تجلط الدم، الحاجات اللي بتعمل ايه، بتعمل لي الكلامبس الصغيره اللي تبقى ماشيه في الفيسلز دي. فلما يزود الكواجيليشن يبدا يعمل لك ريسك لديب فينس ثرومبوزس، او ثرومباي صغيره تقفل لك الفينز او الارترز بتاعتك، تعمل مشكله. طبعا زائد ان احنا قايلين ان طبعا الاستروجين بيعمل فازو دايلاتيشن، فبيعمل لك حته ايه، الهوت فلاشز او السويتنج والاحمرار والفلاشنج والكلام ده كله. تمام. ولا بيسموها الفازو موتور ايه، سيمبتومز اللي بتحصل في الستات. تمام. فانت عندك الهوت فلاشز حاجه ممكن تستحملها الست، مش حاجه مش اوفر قوي، لكن اللي رخمه جدا الريسك بتاع دي في تي، بالذات لو الست دي عندها هيستوري انها جالها قبل كده ايه، دي في تي، او عندها هايبر كواجيلابيلتي، دي مشكله برضو كبيره. فاهمني؟ فانت الدواء ده طول ما الست ما عندهاش مشاكل، ما كانش عندها دي في تي قبل كده، او الكواجيوليشن بروفايل بتاعها كويس الى حد ما، هتديها السيرمز عادي. ما عدا ان هي يبقى كان عندها بريست مامري تيشو قبل كده، او بريست كانسر قبل كده، او اندوميتريال كانسر قبل كده، استحاله تدي الادويه دي. هم اي نعم قلت لك ممكن بيبلوكوهم هنا، فاهمني؟ بس هي لو عندها اصلا قبل كده هيستوري، ممكن يحصل لها يرجع لها المرض تاني، فبالتالي بايه، بتستخدمهمش. بنستخدم اي دواء من الادويه ايه اللي شرحناها بقى، بيسفوسفونات وايه، والتريباراتايد والادويه اللي احنا قلناها فوق دي. ماشي. طيب ده بالنسبه للدوايين دول. الرالوكسوفين برضه اقول لك على حاجه اخيره. الرالوكسوفين لان هو امن شويه من التاموكسوفين في حاله المامري تيشو دي، اللي هو يعمل بريست كانسر واندوميتريال ايه كانسر، فهو امن من ايه، من التاموكسوفين. ماشي. طيب نيجي للتي ان اف الفا انتاجونست. زي ما قلنا تي ان اف الفا ده اصلا كان بيحفز او بيعمل اكتيفيشن للاميون سيستم.
فانا لما اجي قلت لك اديتك انتاجونست حاجه بتقفله، فبيقلل التي ان اف الفا، فبالتالي الاميون سيستم هيقل. فبالتالي لما اجي اقول لك انا الدواء ده هنستخدمه فين او هنستخدمه ازاي؟ هنستخدمه اوتو اميون ديزيز ليها علاقه بالجوينت، زي الايه الروماتويد ارثرايتس او السوريازيس، وبقى اقعد انكلايزنج سبونديلايتس وبلاوي زرقاء تانية. تمام، فده بنستخدمه في الجوينت ديزيز، لازم تبقى اوتو اميون ديزيز. تمام. طيب مشكلته ان هو لما بيقلل الاميون سيستم هيقلل لي المناعه، فبالتالي يزود الريسك بتاع المالجنسي، يعمل رياكتيفيتنت للليتنت تي بي، وهقول لك ازاي بيعمل رياكتيفيشن دلوقتي. اخر حاجه بيعمل اكزربيشن او بيزود الريسك بتاع ايه الهارت فيلير، اللي هو ليه افكت على ايه الهارت للاسف. تمام، فممكن يزود يعمل لك هارت فيلير وبتاع، ويعمل لك فازو دايليتيشن ويخرب الدنيا. طيب نيجي للنقطه اللي قلت لك هقولها لك كمان شويه، حته الرياكتيفيشن بتاع ايه التي بي. هو الخط وطي كده ليه؟ ماشي، عايزين نتقل الخط شويه اهو، نزود السكنس بتاعته. ماشي طيب، هيعمل ايه بقى؟ التي بي دي عندي، لو انا الازرق ده شايفه كده، دي التي بي بتاعتي. ماشي، المفروض الاميون سيستم بيجي حواليها ويحاوط حواليها بجرانيولوما كده، يحوطها يعني يحطها في جرانيولوما. انا لما بقفل التي ان اف الفا ده زي ما انت شايف كده، الاميون سيستم بيقل، فبالتالي البتاع اللي انت شايفها دي بوم هتلاقيها راحت منك. ماشي، هتلاقيها ايه؟ هتلاقي الحته الحمراء دي اتشالت كلها كده. اتبقى عندي ايه؟ اتبقى عندي الايه التي بي. التي بي بقى عندي هنا ايه؟ فين التي بي بالازرق اهو؟ التي بي هيبقى عندي هنا. ماشي، يتبقى اهو، يحصل له ايه؟ يبقى لوحده مفيش حاجه محوطاه، يحصل له ري اكتيفيشن. واخد بالك؟ طيب ماشي. طيب ده كده بالنسبه للادويه دي. طيب الادويه دي اسمها ايه؟ او اخر حاجه بقى هقولها لك هنا، الادويه دي اساميها اي حاجه اخرها ماب مع الدوايين. الدينوزوماب ده وانا هقوله لك دلوقتي، التراستو زوماب، وده دواء بيعالج البريست كانسر، سيبك منه خالص. اهم حاجه تعرف ان دول مش تبع العيله دي. عندك الانفليكسيماب، ماشي، وعندك حاجه اسمها الايتا نيرسبت، ده بيشتغل على الريسبتور نفسه بيقفله، من اسمه ايتا نيرسبت. ريسبت ده اللي هو ايه الريسبتور. ماشي طيب، ده بالنسبه ايه للجزء ايه ده. نيجي نخش هنا نشوف الدينو زوماب. وريني كده الدينو زوماب، كلمتين بالظبط على الدواء ده، حفظتهم هتحل اي سؤال على الدينو زوماب في الامتحان ان شاء الله. فيرست لاين دراج لهاي ريسك بيشنت، للهاي ريسك بيشنت وذ اوستيوبروز، حط تحتيها مليون الف خط. مليون الف خط، لازم مليون الف خط تحت دي. فين كده اهو، هاي ريسك بيشنت، هاي ريسك بيشنت، هاي ريسك، حتى حاطط لك فيها البتاعه دي عشان تفتكر ان هو الهاي ريسك بيشنت. الميكانيزم بتاعه ازاي؟ زي ما قلت لك، الاوستيوكلاست عشان تتفعل او يحصل لها اكتيفيشن لازم في الرانك اللايجند ده يجي يمسك حاجه هنا في الرانك لايجند ده تحفزه. تمام، اللي هو الرانك الرانك. ماشي، هيجي يمسك هنا يحفز الرانك لايجند ده. فانا لما امنع الرانك لايجند ده واقفله، اخليه ما يستقبلش الحاجه اللي بتحفزه دي، مش هعمل اكتيفيشن للاوستيوكلاست، فبالتالي مين اللي هيشتغل؟ الله ينور عليك، الايه الاوستيوبلاست. ده زي ملخص بسيط كده للجزء بتاع الايه الادويه اللي بتعالج الاوستيو بروزس. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.